يا صباح او مساء الفل. عاملين ايه؟ انا عارفه اللي انتوا عايزين تقولوه، بس اسمعوني للاخر وانتوا هتعذروني. انا كنت طلعت ووعدتكم ان انا هنزل خلاص فيديوز كل يوم اثنين وخميس. وكنت واثقه من ده. بس ربنا شايف حاجه غير كده، شايف لي ان لا، مش ده وقته، او مش ده وقت يكون خير ليكي لحاجه زي كده. الحمد لله. حصل موقف في موضوع الفيديوهات عطلني كتير. بعدها ابتديت افوق، وبعد كده عملت حادثة. الحمد لله انا مفيش اي حاجة، الحمد لله هي بس العربية. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بالرغم ان انا اي حاجة بقولها في حياتي عموما بقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فربنا شاء حاجة غير اللي انا كنت مرتبة لها خالص خالص خالص. اول حاجة كده ابتديت بيها، انا لما طلعت قلت لكم انا هستمر في الفيديوز وهنعمل سلسله الميزانيه، والحمد لله عملت تقريبا 3 او 4 فيديوهات وعجبت الناس جدا وكان المردود حلو قوي وانا كنت مبسوطه. وانا اكتر واحده نفسي ارجع اليوتيوب، يعني انا اكتر واحده محتاجه ده. آه، عارفين لما حد بيبقى نفسه يحقق ذاته في حاجه معينه؟ انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بشهاده يعني جوزي او بنتي او كده. انا زوجة وام، يعني عاملة اللي عليا وزيادة. بس انا نفسي اعمل حاجة ليا انا، وده كان على طول على مدار حياتي هدف ليا. عملت قبل كده مشروع والحمد لله كنت ناجحة فيه جدا جدا جدا. ويعني سبته اول ما عرفت ان انا حامل ووقفته خلاص، لان انتوا عارفين الحمل كان جه بعد فترة كبيرة. فاللي هو كنت عاوزة احافظ عليه، مش عاوزة اعمل اي حاجة ممكن تضر الحمل ده. فوقفت الدنيا وحسيت ان انا يعني في طفل كده انتوا كنتوا عاملين تجروا وراه وتاكلوه وتشربوه عشان ينجح، وبعد ما نجح وبقى ليه اسم كبير انتوا سبتوه خلاص يعني بدون تفكير اصلا. انا عملت حاجه زي كده حتى اللي حواليا كانوا مستغربين جدا جدا يعني. فكنت في الفتره دي انا كنت محققه نفسي، انا شايفه نجاحي انا لمروه. لما جيت فكرت في موضوع اليوتيوب وكده كانت كارما لسه صغيره. آه، حسيت ان انا دي ممكن حاجه ان انا احقق فيها ذاتي، بس في نفس الوقت ما اثرش على بيتي وكده. بعدها بقى كنت بتشغل وانزل شويه واوقف شويه مش عارفه ايه وكده. لما جيت بقى خلاص يعني يعتبر كارما كبرت، بتعتمد على نفسها بجزء كبير من حياتها. انا الحاجات اللي عليا بيبقى فيه وقت كده فاضي ليا ممكن اقدر اعمل فيه حاجات ليا. فقلت لا، انا محتاجه احقق هدفي تاني وارجع اليوتيوب وارجع بقى بحماس بقى. انا بحب افيد اللي حواليا، بحب حد يستفاد واشوف مردود ده عليه اذا كان بالكلام او ان انا اشوفه بعيني. فساعتها قلت لكم انا خلاص انا هستمر تاني في اليوتيوب وهرجع وهنزل فيديوهات كل اتنين وخميس، ده اساسي. ولو عندي فيديو زياده هنزلها خلال الاسبوع. وبالفعل انا صورت كميه كبيره من الفيديوهات قبل ما اقول لكم الكلام ده، على اساس ان انا وقت ما اكون مشغوله تعبانه ورايا اهتمامات تانية يبقى عندي مخزون اقدر اطلع بيه. فاهمين قصدي؟ اللي حصل بقى غير كده يعني، اللي حصل حاجه مختلفه خالص يعني. مع ان يعني طول حياتي اذا كان في حياتي العاديه او كده بقول ان شاء الله ان شاء الله. فربنا اشاء غير اللي انا كنت مرتبه له خالص. اللي حصل ان انا كنت بمسح حاجات من على اللاب، كنت قاعده عشان اعمل لكم مونتاج وكنت بمسح حاجات من على اللاب، والفولدر اللي كان فيه كل الفيديوهات اللي لسه ما اتمنتجتش وكنت يعني مصوراها قبل كده وناقصه بس على المونتاج. ساعتها لقيته بيتمسح، انا ما كنتش عامله عليه سيلكت. فاللي هو ايه ده؟ عارفين كده تعبكم كده بيروح كده من قدام عينيكم في لحظه بجد. يعني ممكن الناس تقول ايه ده، ايه المشكله يعني؟ فيديوهات اتمسحت ايه المشكله؟ لا ده كان تعب، واللي بيصوروا عارفين قد ايه التصوير متعب جدا جدا جدا. قلت ساعتها كل اللي انا عملته اللي هو ايه ده اللي انا عملته. ساعتها للاسف يعني اللي كبر المشكله كمان ان انا كنت عامله شيفت ديليت، فشيفت ديليت ما بيخليش حاجه على اللاب. الكلام ده كان الساعة 9 الصبح، من 9 الصبح لحد الساعة 6. أنا عمالة أدور إزاي أرجع الفيديوز دي أو الفايل، الفولدر اللي اتمسح، إزاي إن أنا أرجعه تاني.
جربت حاجات كتير ومش عارفه ايه. المهم وصلت في الاخر كده لطريقه رجعت لي فيديوهين اقصى حاجه يعني، وفي منهم فايلز بايظه خلاص يعني مش نافعه. فقلت مش مشكله يعني، فيديوهين احسن من مفيش خالص. الكلام ده كان شغل اليوتيوب والانستجرام. زي ما انتوا عارفين الانستجرام كنت واخداه تحدي ان انا هنزل كل يوم ريل، وفعلا الحمد لله الحمد لله نجحت في التحدي ده. وقلت خلاص هنقل بقى التحدي الاكبر ان انا هعمل ده في اليوتيوب وابتدي تاني ارجع. لما لقيت كده كله اتمسح الدنيا اتلخبطت، وقلت اكيد ربنا شايف لي خير، الفيديوهات دي ما كانتش حلوه، ما كانتش هتعجب الناس، مش مشكله هصور تاني ومش عارفه ايه. عقبال ما ابتديت افوق واصور عملت ساعتها حادثه بالعربيه. حادثه انتوا تستغربوها يعني، هي حاجه غريبه يعني. الحمد لله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا مفيش اي حاجه. هي العربيه حاولت انقذ ما يمكن انقاذه. الغريب ان الحادثه بعد بيتي ب4 عماير تقريبا. فاللي هو انا لسه طالعه من البيت يعني، بسم الله انا لسه طالعه. فانتم متخيلين كنت رايحه اجيب ساعتها كارما من المدرسه، و انا طالعه وفي واحده راكنه. فكل ده في البطيء يعني، حتى مش في الطريق السريع، لا في البطيء اللي هو بيبقى الطريق اللي جواه العماير، متخيلين؟ فانا ماشيه انا ماشيه كده وهي يعني انا ماشيه كده وهي عاوزه تطلع من المخرج بتاع البطيء، تطلع الشارع السريع وتمشي بقى. فهي راكنه كده، راحت عامله العربيه زيو كده اهو. هي كانت جنبي بالظبط كده جنب الباب بتاعي. والحمد لله ان انا يعني حاولت انقذ اي حاجه، لان كانت هتخش في نص العربيه. فكل اللي انا عملته رحت عامله كده وشديت شويه وبس، في عربيه راكنه على الرصيف قدامي، فانا خلاص انا هاخد وش العربيه كمان. فرحت مفرمله جامد، راحت هي داخله في الباب اللي ورايا على طول بالرفرف وكده، عجنت الجزء ده. انا مش مستوعبه اللي حصل، ان ازاي خبطه. انا مش ماشيه على سرعه لان ده شارع بطيء، انا لسه طالعه من بيتي يعني، بقول يا هادي يعني. وانا سواقتي مش سريعه خالص ومش اول مره اسوق، انا بقالي 17 سنه بسوق، دي تاني رخصه ليا. فاللي هو الحمد لله الحمد لله في الفتره دي كلها ما عملتش حوادث. واذا كنت انا او جوزي احنا من النوع اللي بنتفادى اخطاء اللي حوالينا، بنبقى بنسوق يعني. عندنا السواقه دي حاجه بتحترم قوي، مش اللي هو انا بسوق وبرد على الموبايل ولا مش عارفه بعمل ايه. لا لا لا، السواقه سواقه. فاللي هو بنبقى مركزين يمين شمال، باصين في المرايات كويس. هي خدت الخطوه دي وهي من غير ما تبص في المرايه، فمش شايفه ان في حد جاي من ورا. وبرغم ان انا يعتبر بقيت جنبها وهي مستمريه برضو، هي مش شايفاني. فانا معرفش هي كانت فين ساعتها ولا عقلها فين. الحمد لله اول ما نزلت رحت قلت لها، طبعا بقى انهارت فيها، انتي مش شايفه، انتي ما بصيتيش في المرايه؟ قالت لا ما بصيتش في المرايه. منتهى الهدوء كده يعني، هي ولا كأنها عملت حاجه، هي نازله بتقول لي لا ما بصيتش في المرايه. يعني بقول لها انا بزعق لها بقول لها ما بصيتيش في المرايه؟ قالت لا ما بصيتش في المرايه. قلت لها ما بصيتيش في المرايه، ما سمعتيش الكلاكس؟ انا بقى ايدي اول ما لمحتها جنبي بتكسر عليا، فانا ايدي كانت على الكلاكس ما اتشالتش. وبرغم كده برضو ما دستش فرامل. انا ما اعرفش هي اتخضت ولا هي ما كانتش شايفه وقافله عليها العربيه. انا مش مستوعبه بصراحه اللي حصل، بس ده قدر ربنا الحمد لله. المهم ما استفدتش اي حاجه. برغم ان احنا يعتبر جيران، احنا ما بيننا عماير. انا اخويا في اخر الصف بتاعنا، اخر عماره، وانا وهم في النص يعني، احنا كلنا جيران كده جنب بعضينا. بس للاسف ده اكتر حاجه مضايقاني، ما بقاش في جيره، ما بقاش في ضمير، ما بقاش في احساس بالاخر. لو انا غلطانه المفروض اتحمل غلطتي دي. انتوا عارفين الدنيا ما بقتش سهله وكل حاجه بقت مكلفه والعربيه زيرو يعني. عربيه انتوا متخيلين يعني ايه عربيه زيرو؟ يعني ما فيهاش حاجه. فلما تتخبط خبطه زي كده دي بتقل من تمنها. زائد تصليحها هيكون غالي. فكل ده هما فلفصوا منه، ما استفدناش اي حاجه. جوزي جه وقال له، جوزها بقى خرج قعد يزعق لها، انا قلت لك ما تاخديش العربيه، انا مش عارفه ايه.
وقعد ساعتها يقول لي حقك عليا، احنا غلطانين، احنا مش عارفه ايه، بس الكلام ببلاش فبيتقال عادي يعني. المهم جوزي لما جه وكده فقال له انا ما باخدش عوض، صلح لي العربيه، يعني كفايه ان انا تمنها لو انا حبيت ابيعها تمنها يقل، يعني اللي عارفين في العربيات اي عربيه بيكون فيها خبطه غير لما تكون عربيه زيرو يعني، فزيرو يعني بدهان المصنع يعني. ف اول ما ابتدينا بقى نتكلم في كده ابتدى بقى ايه التضليل بقى يشتغل والكذب يشتغل للاسف دي اكتر حاجه مزعلاني، هي دي اللي مأثره فعلا فيا. ربنا عالم الواحد بيراعي ضميره قد ايه وبيخاف ربنا، واللي هو لو اذى حد او وجع حد في جنيه لا انا مثلا يعني الحمد لله ما حصلش يعني. كم خبطه اللي احنا خدناها مع مدار حياتنا يعني كان باخطاء ناس، في ناس بصراحه قالوا لا احنا المسؤولين وصلحوا، بس مش العربيه دي يعني كانت عربيه تانية، وفي ناس بتفلفص يعني اللي هو جوزي قال له انا باخدش عوض، صلح لي عربيه وابقى عندي السمكري اللي انت عاوزه، اهم حاجه ترجع لي العربيه زي ما كانت، كفايه ان انا اخسر في ثمنها لو حبيت ان انا ابيعها، لان الخبطه اللي هو عملها يعتبر في جزء خطر في العربيه يعني، مش مثلا حاجه عاديه مش هتقلل من ثمن العربيه او كده. بس ابتدى بقى ايه بقى زي ما بقول لكم التضليل، كذب، حواديت بقى حصلت واسم بقى ومش عارفه ايه، وفي الاخر الضابط قال لنا الراجل ده مش هيدفع حاجه، واحنا بنبقى عارفين يعني الناس اللي بتبقى ناويه ان هي تدفع وتصلح وكده الراجل ده مش هيدفع حاجه، واللي هينبكوا بس ان العربيات هتتحجز وعقبال ما تاخدوها عاوزانا مثلا 10-15 يوم. وفي الاخر برضو هيجيب محامي ما عندوش ضمير ويطلعوا الموضوع انتهى يعني. اول حاجه جدبها اصلا يعني ان هو اللي سايق، الظابط لما جالنا انا بقول له ما كانش هو اللي سايق يا فندم، ده حد تاني، فراح قال له هات لي الست اللي كانت راكبه العربيه، فبيقول له ربة منزل. فجوزي بص له كده راح قال له طب ما انا مراتي ربة منزل، يعني عارفين الكلام تحسه كلام انا مش فاهمه، انا حصل حواديت كتير مش عايزه ادخلكم فيها، بس الكلام اللي بيتقال اللي هو انتوا بني ادمين، انتوا عندكم ضمير، انتوا يعني انتوا عندكم ضمير، انتوا ضميركم كده بتناموا على المخده في حاجه بتقول لكم انتوا ظلمتوا حد، انتوا عملتوا حد، ف ما اعتقدش ان هم عندهم ضمير خالص. وللاسف الماده خلت الناس تموت ضميرها، لو انا هدفع جنيه لا ضميري ينام يعني، وكمان ده انا اقول كمان ان هم غلطانين يعني. ف الحمد لله ان هي عدت، ربنا يعوضنا ان شاء الله انا متاكده. واول كلمه واحنا في القسم بعد ما خلاص عملنا التصالح وانا قلبي بيتقطع، يعني انا اتصالح مع حد خبطني وظلمني وكذب وباع ضميره يعني اللي هو يعني انتوا متخيلين. الحمد لله اول كلمه قلتها لها واحنا في القسم قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل، اعرفي لو حصل لكم حاجه ده حقنا، لان ربنا ما بيضيعش حقوق، حقي عندك دنيا واخره، وقلتها من قلبي ولحد النهارده كل ما ابص على العربيه او افتكر الكلام اللي كان بيتقال والتضليل وكده، بالرغم ان هو بس دماغ جوزي واعتذر له وحقك عليا وهعملها لك ومش عارفه ايه وكده، بس اول ما دخلنا في الجد ساعتها لحس الكلام ده كله، ولكنه قال اي حاجه هم عارفين ان هم غلطانين بس باعوا ضميرهم. الحمد لله انا بالنسبه لنا الفلوس في داهيه، عربيه في داهيه، اهم حاجه احنا بخير، بس لما تشوفوا الدنيا بقت عامله ازاي فانتوا بتتاثروا وبتزعلوا. انا زعلت ان ما عملوش حساب جيرة، ما عملوش حساب ربنا اللي هيحاسبهم، ما لا ما عملوش حساب اي حاجه، استغنوا عن كل ده مقابل ان هم ما يدفعوش جنيه، واحنا ما كناش عاوزين فلوس. كل اللي جوزي قال له العربيه هي ومفتاحها اهو وصلحها لي، يعني كفايه اللي انا هخسره في ثمنها يعني. بس الحمد لله حبيت ان انا اقول لكم مش بتدلع،
والله العظيم، والله 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 اول واحده نفسها ترجع اليوتيوب وتحقق ذاتها هو انا محتاجه ده، انا محتاجه ان انا اطلع طاقتي في حاجه زي كده، حاجه انا بحبها. انتوا عارفين انا بحب التصوير بحب المعلومات اللي عندي اللي هي جربتها في حياتي وفادتني اطلع اقولها للناس. يعني بحب قوي ان الاقي حد جرب حاجه، انا اذا كان اكله ولا نصيحه ولا ايا كان ايه اللي انا قلته وجربها وعجبته وفرقت في حياته ويرجع مثلا حتى لو مرجعش، بس انا بكون حاسه حتى في كومنت يعني جاي انا استفدت مثلا منك كتير. كومنت زي ده فعلا فعلا بيفرق جدا بالنسبه لي. انا بحس ان دي صدقه جاريه عليا. مت او عايشه اهي دي حاجه انا بعملها، زي بالظبط مثلا بيعملوا كتب يعلموا الناس مش عارفه ايه، فدي صدقه جاريه، هم عايشين ميتين هم بياخدوا حسناتها. انا بحس بده، عشان كده لما بطلع اقول اي حاجه انا بكون دقيقه جدا 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 فيها. ما ربنا عالم يعني، ما بطلعش اقول اي كلام ولا بقى اجيب افكار من هنا ومن هنا ومن هنا عشان اطلع املى فيديوهات. لا، المحتوى اللي انا بطلع اقول لكم عليه المحتوى ده بتاعي انا اللي جربته. انا يعني الحمد لله بقالي دلوقتي 13 سنه متجوزه. انا كنت البنت الوحيده، فيعتبر انا اللي كنت شايله البيت عند مامتي كانت بتشتغل، فانا اللي كنت شايله الدنيا، يعني البنت الكبيره والوحيده. يعني انتوا فاهمين قصدي، انتي بتكوني شايله الدنيا. فمن وانا صغيره وانا متودكه قوي في الحاجات دي. الواحد طول ما هو عايش بيتعلم، وبتعلم لحد دلوقتي وبجيب كتب وبقرا وبجرب بس في الاول في الاخر الحاجه اللي انا بقولها لكم دي الخلاصه، دي خلاصه تجارب كتيره قوي. فبكون نفسي ان فعلا انتوا تستفادوا، وانا طمعانه في اكيد في حاجه، يعني طمعانه ان انا يبقى في صدقه جاريه عليا. يعني عارفين الاحساس ده. حتى يعني هبقى اقول لكم على موقف يعني، بس مش دلوقتي عشان ما اطولش عليكم. انا حاسه انا طولت قوي، مش عارفه كام دقيقه، بس حاسه انا طولت. مش عارفه اكمل لكم الفيديو. في فيديو كنت مصوراه لترتيب المطبخ ولا خلاص ما نزلوش وبعمله لكم تاني ترتيب المطبخ الرخامه وكده. كنت عامله تنسيق حلو قوي، مش عارفه بصراحه، هشوف في المونتاج. بس حاسه الفيديو ده طول، فحاسه انا المفروض ان انا اقفله عشان ما يعديش. انا حاسه عدى اصلا، فما يبقاش في حاجه كمان طولت الفيديو. فان شاء الله ان شاء الله انا باخد نفسي هرجع اصور تاني. في عندي فيديوهات بسيطه هتتمنتج انزلها لكم في الفتره دي، هصور وانزل لكم برضو فيديوز. الفتره الجايه هيبقى في تنوع. الميزانيه زي ما قلت لكم ازاي تظبطوا الدنيا ومش عارفه ايه وكده، وروتينات ومشتريات، يعني في حبه حاجات كده ان شاء الله الفتره الجايه. ادعوا لي كتير، انا محتاجه دعواتكم جدا 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 نفسيا. ده انا محتاجاه قوي. تدعوا لي يعني يبقى في سلام داخلي كده عشان انسى اللي حصل. اكيد زعلت على العربيه، اكيد بس زعلي الاكبر من البشر، ما بقوش بشر يعني. طبعا منقدرش نجمع، بس 90% ما بقوش بشر للاسف. يمكن الحيوانات بتبقى عندها وفاء واصل اكتر منه. الحمد لله الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. الفترة الجاية ان شاء الله تبقى احسن، وهكلمكم في الفيديوهات الفترة الجاية عن حاجات حصلت. يعني احنا بقالنا فترة، يعني اكيد الواحد ما بيخلاش من الازمات، بس انا ما بحبش اطلع خالص خالص اقول حاجات سلبية. احنا طول عمرنا يعني مفيش سنة بتعدي علينا غير لما بيحصل ازمة وكده. ما بحبش اطلع اتكلم خالص في الكلام ده، وبقول للناس فيها اللي مكفيها، يعني مش ناقصة كمان شكوة مروة. ما بحبش اشتكي. يمكن اقرب الناس لينا ما يعرفوش حاجة عننا خالص خالص خالص. عاوزة اقول لكم ان مامتي لحد يومنا هذا ما تعرفش ان موضوع الحادثة ده هو اللي عرف، بس اخويا متعرفش، وهي مش متابعة القناة قوي لان هي عارفة مبقتش انزل فيديوز وكده، فطمنة ان هي مش هتشوف الفيديو ده. بس لو شافته الحمد لله مفيش حاجة. ف الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. اشوفكم ان شاء الله فيديو جاي في حاجات حلوه بقى، ننسى بقى الحاجات السلبيه دي خالص. عمري ما نشرت حاجه سلبيه عندي على القناه فننساها، بس حبيت ان انا اشرح لكم الفتره دي انا عامله ازاي عشان تسامحوني.
اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي.